ده غير طبعا ان هي في معظم الحالات بتسبب ان لبن الام يقل. ايه ده؟ طب هي ايه علاقتها بلبن الام؟ يعني ازاي التتينه ليها علاقه بلبن الام؟ انا هقولك ازاي ايه علاقتها. البيبي طول ما هو حاطط التتينه في بقه هو ساكت وناسي ان هو يطلب رضاعه اصلا، وانت كمان شايفه البيبي بتاعك ساكت وحاسه ان هو تمام، هو لو جعان هيعيط، انت شايفاه ساكت وهو كمان في حاجه في بقه محطوطه خلاص لاهيه عن الرضاعه ولاهيه ان هو يطلب ان هو يرضع. تلاقي ان هو مش هيبدا يعيط غير لما الجوع يشد عليه جامد، وطبعا ده هيحصل على اوقات متباعده على مدار اليوم. مره على مره هتلاقي ان فجاه اللبن بتاعك قل، وطبعا السبب في كل الكلام ده ان البيبي خلاص اتعود على التتينه وبقى يطلب الرضاعه قليل جدا. ده غير طبعا ان حركه المص بتاعه التتينه نفسها بتخلي ان في هواء يدخل بقهم، فالهواء ده بيسبب له غازات في بطنه. هتلاقيه ان هو معظم الوقت بيعيط يا حبيبي بسبب الغازات اللي اتجمعت في بطنه. لازم قبل ما البيبي يتم سنتين يكون مفطوم منها، وده علشان خاطر ان هي ما تسببلوش اي مشاكل في تشكيل الاسنان بتاعته. لو انت قبل السنتين ما عرفتيش تفطمي البيبي منها هتلاقي ان البيبي سبب له وجود ضب بسبب التتينه. وطبعا الفطام منها بيكون شيء صعب جدا، ان انت هتيجي في الوقت ده انت مش عارفه تفطمي البيبي من الرضاعه ولا هتفطمي البيبي من التتينه ولا هتبداي معاه البوتي تريننج، فانت هتلاقي نفسك دخلتي في حته. يعني انا بشوف بيبيهات حرفيا لحد ما بيتموا 4 سنين امهاتهم مش عارفه تفطمهم من التتينه، بيبقى ما شاء الله كبير وعنده 4 سنين وماشي التتينه في بقه لان هو مش عارف يستغنى عنها. وتلاقي الام بتقولك ان هو ايه، يعني هو لو ما خدهاش مني على مدار اليوم على الاقل بيبقى محتاج ينام بيها. فيا جماعه بجد التتينه الفطام منها ممكن يكون اصعب من الفطام من الرضاعه نفسها. طيب ايه هي بقى الحالات اللي الدكتور بيشوف ان التتينه هي الحل فيها؟ سمعتوا طبعا اكيد عن الام اللي بتقولك انا البيبي بتاعي واخد صدري ان هو تتينه، عايز طول الوقت ابقى قاعده برضعه، عايز طول الوقت